السلام عليكم. طبعا امبارح مباراة مصر والبرازيل يعني ورتنا حاجات كتير، نقط ايجابية ونقط سلبية. اهم النقط الايجابية امبارح ان احنا ما شاء الله لا قوة الا بالله عندنا احسن حارس مرمى في افريقيا بدون مبالغة وبدون اي ميل لاحد الجانبين، لا اهلاوي ولا زملكاوي. مصطفى شوبير امبارح راح له خمس ست سبع انفرادات، مش تصوير من خارج المنطقة ولا كور عضية، ست سبع انفرادات شال الفرقة امبارح. اللي انا شايفه امبارح زيكو لعب كويس جدا، ابن المنوفيه، ابن شبين، ابن جمهوريه شبين، النادي اللي اتشرفت ان لعبت فيه يومين. وشفت زيكو وهو بيلعب وهو تحت 17 سنه في جمهوريه شبين، حضرت له في الملعب. يعني لاعب مجتهد ويستحق فرصه، بس انا شايفه زيكو هيكون بديل افضل. ربنا كافئه امبارح بالجون اللي جابه. مباراتين، اول ماتشين دوليين مع المنتخب بهدفين، ده دليل انه لاعب مجتهد ولاعب مخلص. كابتن حسام عنده رؤيه، عنده شخصيه على عيني وراسي، بس برضه يا كابتن حسام يعني ما نفتيش. احنا داخلين عايزين نأمل في ان احنا نروح نقطة بعيدة. فانا وجهة نظري ان انا ابدأ، طبعا حراسة المرمى امر مفروغ منه شوبير، ابدأ بهاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، احمد فتوح، قدامهم حمدي فتحي ومروان، مش وراهم حمدي فتحي، قدامهم حمدي فتحي ومروان، قدامهم امام عاشور، صلاح، تريزيجيه، مرموش. عندي قوة ضربة قاعدة بره، عندي زيزو، عندي هيثم حسن، عندي زيكو، عندي حمزة عبد الكريم، عندي مهند لاشين اللي كان مخضوض جدا امبارح، مش عارف مخضوض ليه مهند. استغل الاوراق دي. عندي دلوقتي لعيب زي عمر مرموش اقدر العبه فيرود واقدر العبه جناح. ممكن تريزيجيه مش في حالته، يخرج تريزيجيه، ينزل حمزة ويجي مرموش على الخط. ابدا اشغل نفسي. صلاح طبعا قدامنا كام سنه بنشوف لعيب مصري احسن لعيب في العالم، لكن صلاح قابل للتغيير والتبديل يا كابتن حسام. مفيش مانع ابدا انه يتبدل على حسب مجريات الامور. فاتمنى نبدا، واما نيجي نضغط او اما نيجي نلعب بطريقه دفاعيه قدام اي فرقه، بلاش العب بالطريقه الدفاعيه ان انا ابقى واقف على خط 18 بتاعي، اطلع بفرقتي قدام شويه عشان اخف الضغط على الجون. مش كل كوره الاقي المهاجم وشه في وش مصطفى شوبير يا كابتن حسام. اقفل العمق برامي ربيعه وعبد المنعم، وقدامهم حمدي فتحي ومروان عطيه، قدام الاثنين امام عاشور. امام عاشور اللاعب الوحيد اللي يقدر يخرجك بالكوره من تحت لفوق، ويقدر اثناء الضغط لما امسك كوره يعرف يمسكني كوره. فامام عاشور لا غنى عنه.